وكده كده احنا كدكاترة أسنان بننصح بشدة بتناول حلاوة المولد. بوظوا انتوا أسنانكوا بس واحنا هنصلحها ما تقلقوش. يوم الخميس العالم هيشهد يوم غير عادي، وهو يوم مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم اللي من بعده العالم اتغير والإسلام انتشر في كل مكان. يوم 12 ربيع الأول، يوم مولد سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم ده ما ينفعش يعدي كده، لازم نكتر فيه من الصلاة والسلام على سيدنا النبي، ونصوم اليوم ده لو قدرنا. وأهم حاجة إننا حياتنا تكون شبه حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، نمشي على سنته ونتبع تعليمه وهديه، وندعي دايما إن ربنا يجمعنا بالرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. رزقني الله وإياكم شربة هنيئة من يد نبيه لا نظمأ بعدها أبدا. طب بالنسبة لحلاوة المولد، هل هي بدعة ولا عادي ناكلها في اليوم ده؟ بصوا، دار الإفتاء قالت إن هي حلال، فاحنا مش هناخد بآراء المتشددين وأعداء الفرحة. وكده كده احنا كدكاترة أسنان بننصح بشدة بتناول حلاوة المولد. بوظوا انتوا أسنانكوا بس واحنا هنصلحها ما تقلقوش. وفي النهاية عايز أقول إن أكتر حاجة هتفرح الرسول صلى الله عليه وسلم مننا كمسلمين هي إننا نسمع كلامه ونتبع سنته. الرسول خايف علينا ونفسه أمته كلها تخش الجنة، فما نجيش احنا بقى نضيع تعب الرسول صلى الله عليه وسلم وتعبنا ونرمي نفسنا في النار. اللهم حرم أجسادنا جميعا على النار. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك، ولو لسه مش مشترك في القناة يلا اشترك. وأهم حاجة في نهاية الفيديو ما ننساش نصلي على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.